يا معاشر التجار، يا أرباب الأموال، يا أصحاب الاستطاعة، انظروا إلى أحوال مجتمعاتكم وتفقدوا أحوال أسر يعلوها ما يعلوها من المتاع ويعلوها ما يعلوها من الفقر والحاجة. كم من أسر تئن من الجوع، كم من أبناء في البيوت يشكون من قوة الجوع في أبدانهم ويشكون من قوة الحاجة في أبدانهم. كم من الرجال وكم من النساء لا يجدون ما يقوتون أبناءهم. كم من الأبناء من نسمع من يذهبون إلى أماكن عظيمة وإلى أماكن يستحيا من ذكرها من أجل أن يبحث عن لقمة العيش له، من أجل أن يطفئ حرارة جوعه. كم من امرأة حبسها في بيتها مع أطفالها العفة وصارت عفيفة دارها وصارت عفيفة في بيتها لا يعلم بحالها إلا الله. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ تفقدوا أحوال الجيران، تفقدوا أحوال الفقراء، تفقدوا أحوال المساكين، تفقدوا أحوال المرضى. كم من أناس يشكون لا يجدون علاجا يسدون به رمق تعب المرض في أجسادهم. كم من المرضى يئنون لا يجدون ما يسدون به حرارة أوجاع المرض. تفقدوا هؤلاء. انتظروا الخلف من الله، فقوله الحق وقوله العدل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الله يعدكم بالمضاعفة، ومن أصدق من الله حديثا. قوله حق ووعده صدق سبحانه وتعالى.